مباريات الاهلي وسموحه 2-1 ومباراه صعبه جدا. الاهلي طلع باقل الاضرار وباقل الخسائر، والاهم من الماتش كله الثلاثه بونت. الاهلي كالعاده بيبدا 4-2-3-1 مع البدري بدون تعقيدات وبدون ابتكارات وبدون اي فلسفه جديده من البدري وبدون اي عناصر جديده. ممكن الشيخ وباسم اللي بيدخلهم جداد دلوقتي على الفرقه، طبعا تغيير لحراسه المرمى مستمر، شريف الشناوي احمد عادل. نتمنى الفتره الجايه نشوف حارس على الاقل يستمر 5 ماتشات ورا بعض بعيدا عن اصاباتهم. 5-6 ماتشات هتقدر تقيم مستوى الحارس صح، انما ماتش ماتشين ممكن الحارس يتألق ماتش ويضيع منك ماتش بسبب سوء مثلا توفيق او حظ او اي حاجه فتظلم الحارس معاك. لازم طارق سليمان يركز الفتره الجايه دام هو اللي موجود وهو اللي مستمر في الجهاز الفني مع البدري، لازم يشتغل ويبتكر طرق تدريبيه اكبر. هنتكلم عن الاربع ماتشات الاسيوطي والمقصه وطنطا وسموحه والمشاكل اللي ظهرت فيهم مجمعه مع بعض. الاهلي المشاكل اللي ظهرت معاه في الاربع ماتشات كانت واضحه جدا، وهي تمركز خط الظهر خصوصا الباكين، باك يمين او باك شمال، سواء لعب صبري او لعب حسين او لعب هاني او لعب باسم او حتى احمد فتحي لما بيضم لجوه طبعا بيبقى افضلهم يعني بدون شك. يعني احمد فتحي في اليمين افضل باك يمين في مصر حاليا. المشكله الاكبر في خط دفاع الاهلي هي غياب سعد وبعدين غياب ربيعه واصابات نجيب. استمرت المشكله اكتر في الكرات العرضيه والكرات العاليه، اي كره هوائيه بتيجي ناحيه ايمن اشرف طبعا بسبب قصر القامه اللاعب بيعاني معاناه شديده جدا. الاهلي ايضا شفناه بيعاني في الاثنين محاور الارتكاز. السوليه مستواه بدا يقل جدا في انحدار شديد بدون ادنى يعني شك. السوليه مستواه بعد دوري ابطال افريقيا قل جدا. وروح المشكله الاكبر حسام عاشور بيغيب ماتش ويلعب ماتش ومستواه بسبب الاصابات بدا يقل بسبب حكم السن وبسبب ان بقاله 12 سنه تقريبا بيلعب كل ماتشات الاهلي. احمد فتحي وحسام عاشور لما تبقى الشراكه موجوده في محاور الارتكاز بيبقى صعب عليك جدا تعمل ويكون عندك ابتكار. تعمل ايه؟ تعمل الكره اللي هي الطوليه او الكره البينيه او تحرك الاجنحه بتاعتك سواء الشيخ او مؤمن، او تدي الكره لعبد الله في مكان كويس يقدر يروح بوش للجون يصنع هجمه لازارو او اجاي لو كان موجود، او يدي الاجنحه ويحركها بكرات بينيه. فوجود احمد فتحي وعاشور شراكه مش كويسه جدا للاهلي، خصوصا الاثنين بيعتمدوا على القوه وعلى الافتكاك القوي، ودي حاجه مهمه جدا في نص الملعب. بس لما يكون عندك واحد يقوم بيها ومع واحد بوكس تو بوكس بيساعده وبيزيد لقدام بمهام هجوميه سواء تسديد او سواء تمرير بيني او طولي او قطري، ويساعد الفرق ويساعد الخط الامامي في التحركات بدون كره. كتير جدا في الاهلي خصوصا في الاجنحه، لان مفيش اي ثبات على تشكيل معين. يعني انت بتشوف مثلا طول السنتين كان وليد ومؤمن اجنحه، وممكن اجاي لما ازارو يبقى مهاجم، ونشوف عبد الله مركز 10 بدون اي تغيير وبدون اي فلسفه من البدري ان هو يجرب حد. ده راجع ان صالح مش ملتزم. اتوقع بعد رجوع صالح والتزامه الشديد يبقى ليه دور الفتره الجايه، خصوصا مع تراجع مستوى عبد الله نسبيا. الشيخ ومحارب وعندك حمودي وعمرو بركات وميدو جابر ومؤمن زكريا ووليد سليمان، كل دي اجنحه موجوده في الاهلي لازم البدري يستغلها. على الاقل كل ماتشين تجرب حد او تدي لحد فيهم يعني 10 دقائق 20 دقيقه ويبقوا على الاقل موجود في قائمه ال 18. حمودي لعب افريقيا وبعدها اتصاب وما شفناهوش. هشام محمد لعب افريقيا وبعدها اتصاب وما شفناهوش. مروان محسن بقاله سنه بيتعالج ما لسه ما شفناهوش. عمرو بركات ما شفناهوش. علي معلول اتصاب وما شفناهوش. لازم مراجعه كامله مع كشف الاصابات العضليه في النادي الاهلي كترت جدا، وسرعه الاستشفاء وسرعه رجوع اللاعب من الاصابه بطيئه جدا. الاهلي بيعاني مجملا في تمركز بعض اللاعبين في الخط الدفاع، خصوصا مع الهجمات المرتده اللي بتتلعب على الاهلي. لما بيروح حد مثلا 3 او 4 من الخصم على هجوم الاهلي وما يكونش فيه رجوع سريع من لاعبي خط النص محاور الارتكاز سواء كان السوليه او عاشور او فتحي والسوليه، اي واحد فيهم بيبقى الرجوع بطيء جدا، ما يبقاش فيه نسبه مساعده للباكين او مساعده للاثنين السنتر باك بتوعك. فاحنا بنشوف دايما خطوره باي هجمه مرتده على الكرات العاليه. هتفضل صداع في دماغ البدري، لازم البدري يلاقي لها حلول. الحلول ديت انك تمرن اللعيبه عليها، تشوف يعني حل بديل، تحاول تلعب ب3 محاور في نص الملعب، مش شرط يكونوا 3 محاور ارتكاز.
تقدر تلعب 4-3-3 بوجود عاشور وجنبه 2 بوكس تو بوكس، هشام والسوليه او هشام وعبد الله او السوليه وعبد الله، وتكون اللاعيبه في اعلى مستوى ليها. البدري عموما هيقابل مشاكل مع اي خصم هيقابل الاهلي، لان بديهيا اي حد هيقابل الاهلي هيبقى مستواه فوق 10/10 حتى لو هو طول الدوري صفر، لان طبيعي ان هو متشاف سواء مدرب او لاعب او اداري او رئيس نادي، وبيتعمل مكافآت انك تفوز على الاهلي وانك تعمل ماتش كويس قدام الاهلي. وده شفناه كلنا في ماتش المقصه، كسبنا تاني يوم اتغلب 4-1 او 4-2 من النصر. البدري ما عندوش وقت كفايه ان هو يحضر او يبدل تغيير المراكز او يشوف حد بديل، بس اعتقد لما شفنا اسلام محارب امبارح لعيب قد ايه نفسه جعان كوره وعايز يلعب. انا من رايي اسلام محارب بديل كويس لو لعبت 4-3-3 كبوكس تو بوكس، بديل كويس لو لعب مكان مؤمن زكريا، بديل كويس لو لعب مكان احمد الشيخ. لاعب قوي جدا في الخط الامامي، بيعرف يتحرك وعنده لياقه بدنيه عاليه جدا وكويس جدا طبعا في التسديد. لازم يدخل لاعيبه جديده الفتره الجايه، شفنا اسلام محارب وشفنا الشيخ وشفنا باسم، عايزين نرجع هشام محمد، ولازم علي معلول يرجع في اقرب وقت، لان مستواه فرق كبير جدا ما بين صبري وحسين وعلي معلول، فرق شاسع بصراحه. يعني لازم علي معلول واحمد فتحي يتثبتوا في الباكين، والاثنين سد باكات بتاع الاهلي لازم يرجعوا، ربيعه على الاقل ومعاه ايمن اشرف حاليا او المساعد يرجع. والنص الملعب الاهلي لازم يحافظ على عاشور وجنبه حد من هشام او السوليه، ويبقى لهم واجبات هجوميه اكتر من الاول. عبد الله السعيد لازم يعرف ان اللاعيبه اللي معاه لاعيبه كبيره مش لاعيبه صغيره، مش لازم ان انا اشوح لاي لاعب يغلط، لازم اكون انا اللاعب المحرك، اللاعب اللي يحمس اللعيبه، اللاعب اللي يدي ثقه للاعب اللي جنبه. اجاي لسه عنده 20 سنه، الفرق ما بينك وما بينه او 22 سنه، الفرق ما بينك وما بينه كبير، لازم انت اللي تديله الثقه مش تشوح له. لما الكره تقطع منك لازم ترجع، الميس باص عندك بقى كبير، برغم يا عبد الله انك افضل لاعب في مصر، محدش عنده يعني شك في ده، بس لازم مستواك يرجع عشان الاهلي يرجع معاك. احمد الشيخ لازم ياخد فرصه ولازم ياخد ثقته في نفسه، والبدري ما يضغطش عليه نفسي ويحاول يديله حريه في التحرك، سواء لما بيقطم لجوه ويلعب الارتو بتاعته اللي كنا بنشوفها مع المقصه وايهاب جلال. مؤمن زكريا لعيب مهم جدا في الاهلي حتى لو كان مستواه وحش، خصوصا تحركاته الذكيه جدا في القلب، او لما بيدخل من الجناح لجوه او بيعمل لا مركزيه او تبادل مراكز مع المهاجم. مؤمن محتاج بس يحسن الفينش بتاعه زي ازارو طبعا اللي كان مهم جدا وجوده امبارح، وشفنا قد ايه ازارو سرعته بتوصل الاهلي لاكتر من فرصه سانحه، بس محتاج يحسن الفينش. اجاي افضل مركز لاجاي بدون اي نقاش من وجهه نظري هو مركز 10 مكان عبد الله السعيد، او يجي من الجناح يخش لجوه بحريه مطلقه يلعب براحته. المهاجم امبارح ما كانش ظاهر خالص، سواء كمحطه او سواء ان هو يحضر لاي اجنحه طالعه لقدام، او ينزل يفتك كوره، او ينزل يرجع بسرعته، او يروح للكوره اللي جون بوشه بسرعه. ازارو افضل منه بصراحه في خط الامان. ثانيه مع طارق العاشر لوادي دجله افضل من ميدو بمراحل، فهنشوف ماتش صعب. نتمنى الاهلي يظهر قوته اكتر بمكسب واداء مريح. تحياتي.